مساء الفل على الناس الكل، طابت اوقاتكم اينما كنتم. احمد بدر يحييكم ويمسي عليكم. الاهلي يتوج بلقب كاس مصر بطوله سيزون 2022 2023 من الاراضي السعوديه. الاهلي ينتزع البطوله رقم 39 من بطوله كاس مصر، هي البطوله الاقدم على الاطلاق في تاريخ البطولات العربيه. الاهلي ينعش خزينته ب 950 الف دولار، هي قيمه الجائزه التي رصدها المستشار تركي آل شيخ جراء تنظيمه لهذه المباراه وجراء الاحتفال بهذه البطوله على الاراضي السعوديه والاحتفال بموسم الرياض. الاهلي لا يخذل جمهوره في تلك البطولات، الاهلي دايما حاضر بقوه في هذه المسابقات، ينتزع اللقب ويتوج بالبطوله وتنتعش الخزينه ويفرح كل جماهير النادي الاهلي. ومش بس كده، ايضا امام عاشور هو رجل المباراه وافضل لاعب في المباراه، يفوز ايضا بجائزه قيمتها 50 الف دولار، هي ايضا من ضمن الجوائز التي رصدها تركي آل شيخ في هذه المباراه لافضل لاعب في هذه المباراه. لا تقتصر المفاجآت على الجوائز، بل ايضا اتسعت الى الشخصيات الرياضيه الكبيره الهامه في تاريخ الكره الاوروبيه، حيث حضور البرتغالي السبيشال 1 جوزيه مورينيو من افضل المدربين في عالم الساحره المستديره وفرض اسمه على كل القاره الاوروبيه ما في شك. ايضا لم تقتصر المفاجآت على ذلك، بل كان هناك حضور بعض اللاعبين الاوروبيين امثال الظاهره رولاندو البرازيلي وقيصر روما الايطالي فرانشيسكو توتي. فهي مباراه تليق بقطبي الكره المصريه، النادي الاهلي والنادي الزمالك، والشكر موصول للمملكة العربية السعودية على التنظيم وعلى الأداء الهائل وعلى كل الإخراج الفني لتلك المباراة. ولا نغفل أيضا الجانب التحكيمي اللي كان على قدر المسؤولية في هذه المباراة ويمتاز بالقوة والعدل في هذه المباراة تحت قيادة تحكيمية برازيلية دراكون. إنه لرجل ضخم وفي ذات الوقت هو العادل في هذه المباراة. اعمل لايك لو أنت بتحب الحلقات دي، واعمل سبسكرايب لو أنت مش متابعني، وتعالى معايا أحكي لك تفاصيل تلك المباراة نهائي كاس مصر سيزون 2022 2023. ويلا بينا نبدأ. اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه. الاهلي يفوز في هذه المباراه بالناحيه الفنيه، الناحيه الفنيه هي اللي كانت حاضره في هذه المباراه بقياده السويسري مارسيل كولر الذي تذوق عمل البطولات وعرف من اين تاكل الكتف، وهذا هو شعار النادي الاهلي، لا يدخل بطوله الا وان تكون من نصيبه. الاهلي الذي يتوج في السنوات الاخيره بالعديد من البطولات وتنتعش خزينته بالالقاب والبطولات. لم يفرط الاهلي في هذه المباراه، ولن يكون هناك داعي للتهاون او للفشل في هذه المباراة. الأهلي استطاع أن يفوز في هذه المباراة بهدفين مقابل لا شيء، هدفين أتت من تغييرات مارسيل كولر كانت شفيعة وكفيلة أن هي تقلب له الموازين، خصوصا بعد الشوط الأول بالتعادل السلبي، والشوط الثاني إلى الدقيقة 80 أيضا تعادل سلبي، إلى أن تأتي الأوراق المربحة والمثمرة بنزول قفشة أحد الأوراق الرابحة والمثمرة في هذه المباراة ليقلب المباراة رأسا على عقبا ويهدي أسيست وجول لإمام عاشور، وقفشة يعيد القضية مرة أخرى لتبقى 2 قضية في فريق واحد وهو غريمه التقليدي نادي الزمالك، ويحرز الهدف الثاني في هذه المباراة. هدفين أتت من وراهم سعادة لا تقتصر فقط على جماهير النادي الأهلي، بل أيضا كشفت عن سر من أسرار كرة القدم، وهو أهلاوية المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ويعلن حبه أمام الجميع وأمام الجماهير مدى حبه وعشقه للكيان الأهلاوي وتعلقه بالنادي الاهلي. لعيبه النادي الاهلي الى حد ما كانت خارج نطاق الخدمه في بعض الاوقات من المباراه، ولكن الاهلي يعرف ان هو ازاي يخلص الجيم وازاي ان هو يحافظ على مرماه وان هو يجي في الاخر يلخص المباراه لصالحه، وده السيناريو اللي تم في هذه المباراه. الزمالك فشل ان هو يجاري النادي الاهلي رغم استحواذه الكبير للكره ورغم محاولاته على المرمى وتهديداته على مرمى النادي الاهلي، ولكن كلها محاولات باءت بالفشل نتيجه عدم استقرار اللياقه الفنيه عند بعض اللاعبين نادي الزمالك، وكذلك ايضا عدم الانسجام الى الان اللعيبه مع المدير الفني الجديد جوميز البرتغالي الذي لم تظهر بصماته الى الان مع القلعه البيضاء. هناك عذر ممكن ان نلتمسه لنادي الزمالك، هو عدم الاستقرار الى حد ما، خصوصا بعد تغيير مجلس الاداره والانتخابات وفوز حسين لبيب رئيس نادي الزمالك حاليا، وايضا استخدام الناحيه الفنيه الجديده بقياده البرتغالي جوميز. الى الان لم تظهر بصماته، والى الان لم يترجم الاهداف التي يتمناها جماهير القلعه البيضاء. ولكن اداء الفرقتين سواء الاهلي او الزمالك كانوا قريبين قوي من بعض، ولم يكن هناك لاعب يلفت النظر سوى الى حد ما امام عاشور هو اللي كان ظاهر الى حد ما في بعض اوقات المباراه، وخصوصا في الدقائق الاخيره. هذه الدقائق
الدقائق الاخيره اللي شفعت له ان هو يكون افضل لاعب في هذه المباراه. فكل التوفيق للنادي الاهلي في المباراه القادمه، وكذلك ايضا كل التوفيق لنادي الزمالك في المباريات القادمه والبطولات القادمه. ومبروك لكل الاهلاويه لقب كاس مصر، هذه البطوله الاغلى على الاطلاق في تاريخ النادي الاهلي. ده كان ملخص سريع وبسيط عن مباراه نهائي كاس مصر ما بين الاهلي والزمالك. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس والتنبيهات، واستنونا في حلقات تانية كتير. وفي النهايه لا يسعني الا شكر حضراتكم، طابت اوقاتكم ودمتم في امان الله ورعايته.